يا رب، امسح على قلبي حين أنزعج، وحين أغضب، وحين أتألم، وحين ترى أن حيلتي ضعيفة. يا رب، هب لي من لدنك فرحة، فإن لا قوة لقلبي إلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وحشتوني جدا جدا من امبارح للنهاردة. انا النهاردة ان شاء الله يا جماعة نازلة فيديو جديد عشان يبقى كل يوم كده فيديو، عشان انتوا بتوحشوني. وكمان بجد انا بحب قوي قوي اشارككم كل حاجة وروتيني اليومي اللي انا بعمله. دلوقتي زي ما انتوا شفتوا كده، دي اوضه انا كنت حاطه فيها السفره، ومش السفره بس، والتلاجة ومكتبه. يعني بص، انا حاسه ان هي ايه، لمالي كل حاجه انا مش محتاجاها في الشقه. فانا قلت بقى ايه، يعني ايه، انضفها كده واشيل منها العفار، لان انا بقالي كتير جدا ما نضفتهاش بصراحه، يعني كسلت. وكمان انا قلت ايه، افضيها وافضي كده جزء، يعني جزء كده فيها، علشان الاوضه دي جنبها الاوضه اللي انا بوضبها. تمام. فالاوضه اللي انا بوضبها فاضلها حاجات شويه، يعني حاجات بسيطه كده، وفي عمال هتروح وتيجي وكده، وفيها طبعا من جوه في بيبان وحاجات. فانا هدخل الحاجات اللي فيها للاوضه اللي انا ايه بنضف فيها دلوقتي. تمام. فانا قلت ايه، هشيل السفره دي عشان يبقى في مكان نحط فيها الحاجات اللي احنا هندخلها من الاوضه، عشان الصنايعي يعني يشتغل وهو ايه باله مرتاح كده، وما يبقاش فيه يعني ايه دوشه كده حواليه. وبعدين كمان يعني عشان افضلهم الطريق، هما لما يدخلوا الاوضه اللي هما هيوضبوها دي، هما بيدخلوها من الاوضه دي. تمام. فلازم يعدوا يعني على الاوضه دي. فانا قلت ايه، اوضبها كده واعملها بالمكنسه، واشيل الكراسي كده على جنب. انا هخلي كل حاجه في الركن اللي انا بحط فيه الكراسي دي. انا بحط الكراسي كده وبلمعها الاول، بعد كده هحطها فوق بعض، وبعد كده هاخد القرص بتاع ترابيزه السفره واحطها من فوقيها. زي ما انتوا شايفين كده، انا بحاول ان انا ايه، يعني احاول ان انا افضي مكان. وهنضف طبعا الشيش. عايزه اقول لكم ان الجزء ده بتاع الشيش والشباك انا ما بعرفش اوصل له خالص خالص من الكراسي والكركبه اللي كانت موجوده. وكمان كان في شنطه فيها الهدوم بتاعه الشتاء، وفي ملايات انا مش عايزاها، وبطاطين وحاجات من دي. مش عايزاها، انا عايزاها طبعا بس مش محتاجاها دلوقتي. لما الجو بس يسقع اكتر هطلعها. فبرضه رحت اخدت الشنطه دي وطلعتها بره برضه. هحاول على قد ما اقدر ان انا افضيها طبعا. بس انا مش هطلع التلاجة والنيش والبوفيه يعني، والحاجات من دي مش هطلعها، انا هحطهم كلهم على جنب. ياه ياه، لو الواحد يبقى بالسرعة دي حقيقي كان هيخلص على طول، يعني البيت كله في ربع ساعة. عايزه اقول لكم ان الفيديو دوت 5 دقايق، بس انا قعدت فيه كتير جدا جدا جدا. وكمان في عز ما انا بوضب وبلمع يعني وكده، لقيت عمرو بيقول لي انا يعني هاجي بدري النهارده. فحاولت بقى، رحت موقفه كل حاجه وسبت كل حاجه. وبعدين دخلت عملت الغدا، قلت بقى ايه، عشان هو يجي بدري النهارده فيجي يلاقي الاكل جاهز، لانه هو بينزل تاني. بجد يعني ربنا يعينه. وجانا بقى عماله تقولي انا عايزه اعمل معاكي يعني كده، قلت لها طب تعالي. جيتي في وقتك شيلي معايا، بتسند كده. عايزه اقول لكم ان هو كان تقيل جدا، مش عارفه انا ليه بعمل كده في نفسي، يعني انا حامل وبرضه بشيل وبحط. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما خلصت الاوضه حسيت بقى ان انا بطني تعبانه. معلش، هو التليفون جالي تليفون فعشان كده فصل. عايزه اقول لكم بطني شد عليا بقى من ساعه الموضوع ده. عماله انضف بقى الشباك. عايزه اقول لكم مطلع كميه عفار بصراحه، ما رضيتش احطه لكم في الفيديو عشان ما تضايقوش. دلوقتي بقى طبعا خلاص احنا كنا اتغدينا وقعدنا شويه، وبعد كده عمرو لما نزل شغلي تاني رجعت بقى تاني ان انا ايه انضف في الاوضه. شايفين الدنيا ليلت ازاي. على فكره انا كان ماسكني الحماس، وبعد كده كسلت، بقيت عماله ابص للاوضه كده ومش قادره ان انا اقوم، لان طبعا بطني تعبانه زي ما قلت لكم. فرجعت قلت خلاص بقى يلا عشان نخلص بقى وخلاص يعني. اديني بقى شلت كل حاجه. وبعدين ادي ال يعني السجاده عملتها بالمكنسه ولفتها اهي. هبتدي بقى اعمل الاوضه بالمكنسه كمان. انا بوضي كده بشوف يعني تحت الشوفونيره في حاجه، لو كده اجيبها بالمكنسه يعني وكده. وبعد كده المكتبه دي انا بص مش هنقلها يعني. انا حاولت بس ان انا امسح العفار والحاجات والعفار يعني اللي على الحاجات اللي موجود فيها. جانا بقى ماسكه المساحه، استعجلت خالص ماسكه المساحه وهي عماله تمسح. بجد يعني ربنا يخليها بتساعدني يعني على قد ما تقدر يعني. بعد كده اخدت منها بقى، قلت ايه عشان اخد من تحت
واجيب كده بالمكنسه. بعد كده لما دخلت المساحه تحت المكتبه حسيت ان في عفار تاني وتراب يعني، فرحت جايبه المكنسه واديت برضو ايه شفطه كده، وبعد كده رجعت ايه لمعت تاني. انا مشافش اي حاجه. بصوا انا جبت كل حاجه على، والباقي بقى عمرو هيجي ايه يزقوا معايا لاني مش هقدر. ادي كده خلصت الاوضه ولمعتها ومش هفرش اي حاجه لان في حاجات كتير هتدخل من الاوضه اللي جوه. ادي الباب بتاع الاوضه اللي انا بقول لكم هتتوضب، هو ده الباب بتاعها. في حاجات كتير هتدخل الاوضه هنا. الله، استنوا بقى فيديوهات جديده للاوضه اللي هتتوضب بالتفصيل، كل خطوه هعملها معاكم. سلام.